السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعدنا الله بالتواصل معكم. في الحقيقة قررت أنني نتواصل معكم لأن كنت نتمنى نزف لكم شي خبر زوين، ولكن الخبر مؤسف. خبر تيتعلق ب يعني من اللي تيهمني هي الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وما الآخرين تيهمني ديالنا. كل شركات النقل الجوية في أوروبا تدرس إمكانية إلغاء رحلاتها الجوية من وإلى المغرب أو إلى جميع ربوع العالم بسبب الحرب اللي مازال تدور بين إيران، أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحرب اللي شقت الطريق ديالها وصلت إلى مرحلة عالم أو عام بدون صيف. مني تنقولوا عام بدون صيف، فلكم أن تتخيلوا أهمية قطاع ديال الملاحة الجوية في الاقتصاد ديال جميع الدول ديال العالم. فحاليا واللي باين واضح وجلي هو أن كل الشركات ديال الطيران خصوصا الأوروبية تدرس إمكانية إلغاء رحلاتها الجوية من وإلى، بما فيها الخطوط الملكية المغربية. يعني غادي يكون عندنا مشكل حنايا المغاربة، غادي بين قوسين غادي نتحرموا من صلة الرحم مع العائلات ديالنا اللي كاينين في أوروبا، وهما غيتحرموا من صلة الرحم مع ذويهم في المغرب. وبالتالي فلكم أن تتخيلوا أن الأزمة اللي غادات هي منتظرة، مادام أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج فهي تساهم بواحد المونطون كونسيديرابل في تلميع ديال الصورة ديال البلاد، وفي ضخ أموال مهمة في الخزينة العامة، وإضافة أنها تقوم بين قوسين بمهام حكومية من خلال الإحسان ديالها. يعني تعرفوا بأن الناس اللي تيجوا في أوروبا يعني تيحسنوا بزاف الناس اللي هما بكل صراحة فقراء في المغرب ومحتاجين الدعم ديال هادوك الناس. أنا آسف باش نزف لكم هذا الخبر واللي هو أكيد وخذوها من عندي هاد المعلومة ما ياخدكمش فيها الشك، هو أن الرحلات الجوية يعني لو موند أنا بديت تغيير دابا، كاين واحد التغيير بكل صراحة خطير بسبب هاد الحرب. خطير هاد التغيير، ونتمنى حنا نتموضعو ما عرفتش. المهم على أي ينفع اللي حسب بعض الدراسات ديال بصح ماشي الدراسات ديال التدليل، دراسات ديال بصح تقول بأن الكيروزين ما يمكنش يطيح الثمن ديالو، راه طلع الثمن ديالو وما يمكنش يطيح إلا بعد عامين. يعني هنا حتى ولو أن هاد الحرب تسالي اليوم خاصك تنتظر عامين باش يرجع لو بري ديال الكيروزين اللي كان عليه. يعني الثمن ديالو غادي يبقى ديرو ب 24 موا، وتتعرف شنو هي 24 موا، راه ماشي عام واحد، عامين. نتمناو خالصا ان هادشي ما يأثرش. انا اللي تهمني هي الجاليه المغربيه، انا ما تهمني حتى شي واحد. الاخرين كلها تيدافع على بلادو، راه عندهم باش يدافعوا على بلدان ديالهم، ما عندهم. ما حنايا الجاليه اللي تنشوفها بان اليوم يعني بين قوسين سون ديفونس، شكون اللي يدافع عليها وشكون اللي غادي يكون معها.
نتمنى خالصا أن وزارة الخارجية المغربية أنها تدرس هذا الموضوع جيدا وتحاول تنقص من الوتيرة ديال التأثير ديال هاد المشكل اللي غادي يعم العالم. راه في طنجة الألمان دابا اليوم لغاو 26,000 رحلة. دابا لي زالمون وما أدراك ما لي زالمون 26,000 رحلة، ومنتظر من هنا غدا يغليو 40,000، ومن بعد يقدروا كاع يلغيو كاع جميع الرحلات الجوية. وبالتالي فيبقى عندنا خيارين، هو ترونسبور روتيي وترونسبور ماريتيم، واللي هو متعب ومرهق لا اله الا الله محمد رسول الله. والله دير شي تاويل ديال الخير، وهاد الناس اللي كانوا السبب في هاد الازمه بغينا ربي يسلط عليهم من لا يرحمهم. السلام عليكم.